لسه جاي تبدأ مجموعة سكوات بأتقل وزن عندك ولقيت نفسك محتار هو ترتيب الطارات بيفرق وانا بتمرن بالبار؟ تعال نشرح. عشان نجاوب على ده لازم نفهم اننا لما بنتمرن بالبار بنتمنى ان الوزن يبقى بالكامل مركز الثقل بتاعه في النص بالظبط، مش شمال ومش يمين، عشان يحصل افضل اتزان، فبالتالي تعرف تزق باقوى ما عندك. مهما تغير ترتيب الاوزان في حالة الاتزان مركز الثقل بتاع البار بيفضل في النص عادي. لكن اللي ما تعرفوش ان في حاجة اسمها عزم اللي. يا عم ما تتفزلكش، يعني ايه؟ يعني انك تعرف تلف او تلوي حاجه. لو الطارات التقيله قريبه من نص البار، لو البار بدا يلف ناحيه عن ناحيه هيتقلب، يعني هتعرف ترجعه تاني في مكانه. لكن كل ما طول البار وبعدت الطارات التقيله عن المركز، لو حصل اختلال هيبقى صعب ترجع البار تاني متزن، وهتتطلب جهد اكبر والبار ممكن يتقلب. يعني باختصار يفضل جدا تحط الطارات التقيله اول حاجه وثم الاخف وثم الاخف عشان افضل اتزان. بس خد بالك ده مش بيفرق في الاجهزه نهائي. واسمع بقى يا جدع، انت انا سكت لك من بدري، انت ازاي مش عامل فولو؟ اعمل فولو.